الموت ليه تعريفات كتير، بس لما يكون من ضمن التعريفات دي انك عايش ميت، هي دي الحاجه الغريبه. معنى الكلام ده ان في جثث متحركه؟ في، وممكن تبقى عايشه وسطنا كمان. ايه الحكايه؟ القصه يا سيدي ان في ناس عايشه وسطنا على اساس ان هم جثث، لقوا مقتنعين ان هم ما ينفعش ياكلوا علشان هم ما عندهمش اعضاء داخليه، ويفضلوا عايشين على كده لحد ما يموتوا من الجوع. طبعا انت مش فاهم ايه الحكايه. طب وانا رحت فين؟ تعال اقول. ده مرض نفسي يا سيدي اسمه وهم قطار. المرض ده لما بيصيب شخص بيتوهم ان هو ميت تماما، ومش بس كده، هو كمان معترف ان اعضائه الداخليه مش موجوده اساسا. والمرض ده اتسمى على اسم العالم اللي اكتشفه قطار. وبالفعل العالم ده كان معاه حاله مصابه بنفس المرض ده وسماها الحاله اكس، وتقريبا محدش يعرف مين هي الحاله دي ولا صور ليها، بس كانت مؤمنه جدا انها ميته، بس في نفس الوقت مش متعفنه. هي اعضائها الداخليه مش موجوده، وده معناه انها مش جعانه. وبالفعل الحاله اكس ما بقتش تصدق انها عايشه، ما بقتش تؤمن انها تاكل لان اساسا ما فيش اعضاء داخليه، وفضلت في الحاله دي لمده طويله وما بقتش تاكل وماتت من الجوع. يعني الكلام ده معناه ان ممكن حد مننا يتوهم ان هو ميت وان هو عباره عن جثه متحركه. ايوه، المرض ده مرض نفسي موجود بالفعل، بس نادر جدا انه يحصل. وبس كده.